تفرج على المرة هاك لوز سير. باغيين يحاربوك انت حماس، انت ابو عبيده، انت مجرد حثاله. انه ولينا كنشوفوا هاد النماذج هادو في كل مكان، فين ما مشيتي كيخرجوا معاك بحال ابليس وذريته. وما كاينش شي ابليس، هادو هما الذريه نتاع ابليس. انطق المرة البرقادي اي ام كينغ. علاش اي ام كينغ؟ حيت البرقادي ضاربين لي 1000 حساب باش يتحاربوا معاه وباش يقتلوه باش يطيحوه، لانني شديت كل ما هو كيقول انا يوتيوبر مرمدتو السوشيال ميديا، ما قدوش عليا وجاوني بغا يطيحوني، والله لا طيحتوني. باغيين يحاربوك انت حماس، انت ابو عبيده، انت مجرد حثاله في هذا المجتمع. شراب الطاسه حرمات والعور، ولا في اللايف ومباشره لحية الحشمه. لعنة الله وعليكم، لعنة الله وعليكم. الأسطورة نتاع الفسق، نتاع العور، نتاع الكلام الساقط. يا ودي الأسطورة، يا ودي كتصنع بيطادين. أنت مجرد حثالة، أنت مجرد فاسق، أنت مجرد عاهر. واش ما كتحشمش ما عندكش والديك؟ ما كتحشمش مواليديك؟ ملي ما كتحشمش مواليديك راه ما غادي تحشم حتى شي واحد في الارض السائله، لانك انت فاسق. زعما الرايه علاش هذه اللي ما كتفهمش؟ زعما انا راه وطني ولا كنحب البلاد ولا شنو زعما المفهوم تاعها؟ الناس الوطنيين واللي كيحبوا لهذه البلاد راهم كيخدموا في الخفاء ليل نهار، كيخدموا 24 ساعه من اجل هذه البلاد، باش كتجي واحد الحثاله بحالكم نتوما اللي كيمرغوا السمعه نتاع هذا الوطن وكيطيحوها للارض. راه السلطات خاصها شي حل مع هاد القوم هادو اللي كيشوهوا بالسمعه نتاع البلاد، فعلا خاص شي حل. واش هذا هو الاصلاح اللي باغيين؟ اللي دار شي تزوينه كتصيفطوا للحبس اللي كيطالب بحقوقه كتبقاو تابعينه؟ الصحفيين الاحرار كما كنعرفوا راهم في الحبس ومخليين لنا هاد الحثالات هادو. واش هذا اصلاح؟ واش هكا غادي نتصلحوا فعلا؟ او لا الاصلاح كتصلحوا المصالح نتاعكم الشخصيه؟ راه ما بقينا فاهمين والو في هذه البلاد السعيده. راه شي خالص شي حلول فعلا تكون، خاص تكون الاراده الحقيقيه للاصلاح اللي هي حاليا ما كايناش عند السياسيين الحاليين. نقدروا نقولوا جميعا الا من رحم ربي. هذا الوباء راه كثر عندنا في البلاد بزاف. عندك هذا النوع امثال هذا الشخص واخرون اللي كثروا في هذه البلاد السعيده، حيث انه ولينا كنشوفوا هاد النماذج هادو في كل مكان، فين ما مشيتي كيخرجوا معاك بحال ابليس وذريته. وما كاينش شي ابليس، هادو هما الذريه نتاع ابليس، هادو هما اللي كيفسدوا هذا المجتمع، كيفسدوا الاخلاق والتربيه نتاع المجتمع المغربي. بحال هذا النوع راه خصهم التربيه. سبق لنا شفنا اخنوش كيقول غابه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو، ولكن راه ما كيقصدش هذا النوع هذا، انما كيقصد الناس المواطنين الصالحين، الناس اللي كيهضروا على الحقوق نتاعهم، الناس اللي باغيه تزيد هذه البلاد لقدام. كيقصد الناس اللي كيتقاتلوا باش يكون المغرب من الدول المتقدمه، ولكن هما بالعكس. السيد مثلا اخنوش او لا السياسي اللي عندنا في هذه البلاد، هذا النوع هذا كيعجبوهم بالعكس وكيشجعوهم، لانهم في المصلحه نتاعهم انهم ينتشروا. هادو راهم بحال واحد المزبله كتكاثر وكتكبر يوم من بعد يوم. والدليل اننا كنشوفوا انه فين ما كان شي واحد كيحسب راسو صحفي او لا شي صفحه في هذه البلاد او لا شي قناه، كنصيبوهم كينتشروا عندهم بحال الدبان، لان الدبان دائما كيمشي للمزابل. راه خاصنا شي حل مع هاد القوم هادو كما قلنا. راه ما بقاو ما كيحشموا وما كيرمشوا بكل صراحه، لا تربيه لا اخلاق. واش هاد النوع هادو ما عندهمش والديهم؟ واش ما كيحشموش من والديهم؟ ما كيحشموش من المجتمع؟ ما كيحشموش من الله؟ ما كيخافوا؟ ما كيرمشوا؟ كنشوفوهم ملي كيزيدوا كيطلعوا نهار على نهار. خلاها عثمان فين ما كان شي
ميكروب او لا شي حثاله كيديروا له قيمه في هذه البلاد، لانه مجرد لهايه للشعب، ولكن ايات هادو راهم كيتبعوهم ناس براش او لا مراهقين. الجيل ديال المستقبل نتاع هذه البلاد فسدوا الاخلاق نتاع المجتمع المغربي، في حين انه هادشي ولا كيداولوا هذا الكلام اللي كيدور هنا في الميديا بجميع انواعها. جميع الدراري الصغار حاليا كتصيبهم كيتكلموا نفس الكلام ونفس الطريقه، ما بقات لا حياء لا حشمه. المجتمع المغربي ماشي في الخسران احمدي. فلهذا راه هذا النوع هذا راه كما قلنا وباء كبير، ماشي خاصو حقنه او لا الجرعه. هذا النوع راه خصو تسياق بكل صراحه، خاصو شويه نتاع الوعي يكون في المدرسه العموميه اللي او ما باغيين يقتلوها من اجل لوبي اللي معروفين في هذه البلاد تاع الخصاصه ديال التعليم. يعني بلا ما نعولوا على السياسيين، بلا ما نعولوا على المدرسه، لان المدرسه راه كيقتلوها نهار على نهار. فالمجتمع خاصو يوعى بالخطوره نتاع هذا الوباء، المجتمع المغربي خاصو يوعى بهذه الخطوره نتاع هذا الوباء. هذا وباء خطير وخطير جدا. الوالدين يشوفوا من حال ولادهم، يربي ولادهم، يوريوهم الصح من الصواب. راه بكل صراحه الامور لا تبشر بالخير، وهذا الشيء راه ما كيعجبش. كنهضر على الشخص هذا كما كتشوفوا هذا الحالات اللي كيدير في راسو من اجل طبيعه الحال كما راكم عارفين. هذا اشخاص كاينين بزاف عندنا في هذه البلاد السعيده داخل الوطن وخارج الوطن اللي شوهوا بالسمعه نتاع هذه البلاد كما كتشوفوا. حتى اللي قنوات او لا دول اخرى اللي ما كيعرفوش اللغه كيشوفوا الرايه خدام كيوسخ فيها، كيعرفوا بان هذا مغربي. هنا كيديو داك الفكره نتاع على اننا دول متخلفه وكيسحب لهم راه المغاربه بحال هكا دايرين. هذا النوع هذا راه خصو المحاسبه، هذا النوع هذا راه خصهم شي قانون، خصهم اعاده النظر. السيد وهبي اللي فاضح لنا راسنا بالتشريعات والقوانين والمراه والمرقه والعلاقات الرضائيه باغيين يخربوا الاسره، وما كيشوفوش هذا النوع اللي فعلا اللي كيخرب هذه البلاد السعيده. ولكن كما قلنا السياسيين راه ما نعولوا عليهم، هذوك راه كيخدموا المصالح نتاعهم الشخصيه والمصالح نتاع اللوبي نتاع الدول الغربيه، وهو الخبر في راسكم. فلهذا المجتمع الشعب المغربي هو اللي خاصو يوعى بهذه الامور هذه. راه هذا النوع هذا خاصو يتحارب بطريقه نتاع الوعي، خاص شويه الشعب يوعى ويعرف فين كيدخل وفين كيخرج وشنو كيتبع. السلام عليكم. Bye.